بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه اللحظات سنأخذ الكلام على من لا تدفع لهم الزكاة. مضى في الدرس الماضي في درس الكلام على مصارف الزكاة، وعرفنا أنهم 8 مصارف، وهم مذكورون في آية التوبة، في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الأصناف 8. فهؤلاء هم مصرف الزكاة الذين تعطى لهم زكاة الأموال. بالمقابل كذلك هناك من لا يجوز دفع الزكاة الأموال إليهم، ومن كان عنده زكاة مال فدفع إليهم زكاة ماله فإنه يكون آثما ولا يجزئ دفع الزكاة إلى هذه الأصناف التي سيأتي الكلام عليها الآن. ما هذه الأصناف التي لا يجوز دفع الزكاة إليهم؟ أولا الأغنياء. من كان غنيا فإنه لا تدفع له الزكاة، واستثنى أهل العلم من ذلك العاملين على هذه الزكاة. ومر معنا من هم العاملون على زكاة الأموال. هم الذين يأخذونها وكذلك يكتبونها ويحفظونها ويحرسونها ويتولون تفريقها وتوزيعها للمستحقين. هؤلاء هم العاملون. إذا لم يكن لهم راتب من الدولة فإنهم يعطون من هذه الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء، أما إذا كان له راتب فإنهم لا يعطون. فهؤلاء ممن يستثنون من الأغنياء. الأصل أن الغني لا يعطى إلا إذا كان من العاملين على هذه الزكاة، وأيضا الغارم لغيره. وأيضا مر الكلام على الغارمين أنهم على نوعين: هناك من هو غارم لنفسه، وهناك من هو غارم لغيره. وتقدم معنا أن الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا أو يستدين مالا من أجل إصلاح ذات البين بين فئتين، بين 2 من الناس، فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا تشجيعا له على هذا الفعل. إذن الأصل أن الغني لا يعطى من الزكاة إلا ما استثني. وأيضا من الذين لا تعطى لهم الزكاة أو لا تدفع لهم زكاة الأقوياء المكتسبون، عنده قوة في بدنه، وهذه القوة يستطيع أن يتكسب بها، يستطيع أن يشتغل، يعمل، يتكسب بهذه القوة، فهؤلاء لا يعطون. وإذا قال قائل: وما الدليل على أن الأغنياء والأقوياء لا يعطون من الزكاة أو لا تدفع لهم زكاة الأموال؟ الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. إذا كان قويا لكنه لا يستطيع على التكسب. لماذا لا يستطيع على التكسب؟ ليس هناك أعمال. هو قوي مستعد يشتغل أي شغل، لكن ليس هناك أعمال، فهذا يعطى من الزكاة. أو كان قويا يتكسب لكن الدخل لا يكفيه. في بعضهم عنده قوة في بدنه ويتكسب لكن الدخل لا يكفيه، هذا أيضا يعطى من الزكاة. لكن إذا كان قويا مكتسبا ودخله الأجرة التي اكتسبها بسبب عمله تكفيه، هذا لا يعطى من الزكاة. ويستثنى من الأقوياء المكتسبون المتفرغ لطلب العلم، طلاب العلم المتفرغون لطلب العلم الشرعي. أما طلب العلم الدنيوي لا يعطون من الزكاة. إذا واحد قال: أنا سأتفرغ لدراسة علم الهندسة، علم الطب، اعطوني من الزكاة، نقول له لا تعطى من هذه الزكاة. لكن إذا كان ممن يطلب العلم الشرعي، علوم الشريعة، علوم القرآن، علوم الحديث، طيب، علوم الآلة، لأن هذه أيضا يفهم بها علم الكتاب والسنة، يعني متفرغ لطلب العلم الشرعي، فهذا يعطى من الزكاة.
ولا بد أن يكون هذا الشخص المتفرغ لطلب العلم لأجل أن يعطيه من الزكاة لا بد أن يكون ليس له مال. أما إذا كان عنده مال متفرغ لطلب العلم فإننا لا نعطيه. لماذا طالب العلم المتفرغ لطلب العلم يعطى مال الزكاة؟ لأن طلب العلم نوع جهاد في سبيل الله. طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل نوع جهاد في سبيل الله. بماذا ينصر الدين؟ بأمرين اثنين، بالسنان وباللسان. إيش السنان؟ السنان يعني السلاح، وباللسان الذي هو القلم يعني العلم. فلما كان طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل فيه نصرة لهذا الدين، كما أن الجهاد في سبيل الله ينصر به الدين، كان طلاب العلم مستحقين لهذه الزكاة. لكن لو جاءنا إنسان يريد أن يتفرغ للعبادة، قال أنا سأتفرغ للعبادة، ما سأعمل، أنا سأتفرغ للعبادة، أعطوني من مال الزكاة، نقول له لا. وإن كان هذا الشيء الذي تقوم به أمر حسن، تفرغ العبادة، لكنك لست مستحقا لهذه الزكاة. لماذا؟ لأن العبادة هذه نفعها قاصر عليك، لكن طلب العلم نفعه متعدي. الناس ينتفعون بالعلم بهذه الدروس، بهذه المواعظ، بهذه الخطب، بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن الذي يصوم لنفسه، ما أحد يعني يتأثر بهذا الصوم. كذلك الذي يصلي لنفسه. طيب، فهذه عبادات نفعها قاصر، لكن طلب العلم نفعه متعدي. وعندما ذكرنا قبل قليل أن طالب العلم الدنيوي يعني الطب والهندسة وكذا لا يعطى من هذه الزكاة، ليس معناها التزهيد في هذه العلوم، لا، بل هذه علوم يحتاج إليها المسلمون. هذه علوم يحتاج إليها المسلمون. وإذا حسنت نية المسلم وهو يطلب العلم الدنيوي، يطلب علم الهندسة الطب من أجل أن ينفع المسلمين، هكذا تكون نيته، ويغني المسلمين عن الكفار، فهذه نية حسنة ويثاب عليها. لكن العلم الشرعي هو الأهم. العلم الشرعي، حتى أن طلاب العلم الشرعي تجد أنهم قليل، بخلاف طلاب علم الدنيا تجد أنهم كثير. فلما كان العلم الشرعي، وإذا انصرفت كلمة علم لا تنصرف الأذهان، أو إذا نطق أو قيل العلم لا تنصرف الأذهان إلا إلى العلم الشرعي. لما كانت أهمية العلم الشرعي أهمية بالغة وعظيمة، وينتفع الناس بهذا العلم، يعني صح، وفيه نصرة لدين الله عز وجل كالجهاد في سبيل الله، صح أن يعطى من مال الزكاة، بخلاف من يطلب العلم الدنيوي. هذا الصنف الثاني، الأقوياء المكتسبون. والقسم الثالث أو النوع الثالث ممن لا تدفع لهم الزكاة، الأصول والفروع والزوجة. الزوجة معروف، والزوج كذلك الفقهاء وبعض الفقهاء يقول الزوج لا يعطى من الزكاة، والزوجة كذلك لا تعطى من الزكاة. ومن هم الأصول ومن هم الفروع؟ الأصول الوالد الذي هو الأب والأم وإن علا، الجد، طيب، وهكذا الأم والجدة مثلا وإن علت، هذا الأصول. والفروع الولد وإن سفل، ولد الولد، هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. لماذا؟ لأن الواجب على الإنسان إذا كان عنده أصول، أب، أم، جد، جدة، فقراء، وهو غني، يجب عليه أن ينفق عليهم. فإذا أعطاهم من الزكاة حمى ماله الذي سينفقه عليه، خلاص يعطيهم الزكاة وسيحمي ماله يعني من النفقة. فلذلك تجب عليهم النفقة، ولا يجوز له أن يدفع إليهم يعني ماذا؟ زكاة ماله. الزوجة كذلك إذا أعطاها يعني من الزكاة حمى مال النفقة، يعني حمى ماله من النفقة. لكن هذا مقيد بماذا يا إخواني؟ أنه لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لأصوله وفروعه وزوجته في حال أنه كان سيدفع بهذه الزكاة واجبا عن نفسه وهو النفقة. أما إذا لم يكن كذلك، يعني ما سيدفع بهذه الزكاة واجبا عن نفسه وهو النفقة، فيجوز أن يعطيهم من هذه الزكاة. كأن مثلا تكون الزوجة مدينة عليها ديون وينفق عليها مستمر في النفقة، لكن أعطاها من مال الزكاة من أجل تسدد الديون. ومن الأصناف التي تصرف لهم الزكاة من يا أخواني؟ الغارمون، من كان غارما نفسه. طيب، وهكذا مثلا إذا كان لا يستطيع على أن ينفق على أبيه، ما كان يستطيع أن ينفق على أبيه ولا على جده، عاجز عن النفقة عليهم، وهكذا لا يستطيع على أن ينفق على أمه وجدته مثلا،
لكن عنده مال زكوي، عنده ذهب مثلا بلغ النصاب، عنده فضة بلغت النصاب، يجب عليه إخراج زكاة هذه الفضة والذهب. طيب إذا حال عليه الحول، إذا أعطى هذه الزكاة لأصوله وفروعه جاز. لماذا؟ لأنه أصلا عاجز عن الإنفاق عليهم، لكن لو كان قادر على الإنفاق عليهم ما يعطيهم من مال الزكاة. إذا لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع والزوجة إذا كان سيدفع بها واجبا عن نفسه وهو النفقة. وكذلك إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها، بعض الفقهاء منعه، والصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها، هي عندها ذهب بلغ نصاب وزوجها فقير تعطيه. لكن من منعه ماذا قال؟ قال لأنها إذا أعطته من هذه الزكاة عاد هذا المال إليها، لأنه سينفق عليها من هذا المال فعاد مالها عليها. لكن الصحيح أنه يجوز أن تدفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها إذا كان فقيرا وعنده أولاد. ولهذا جاءت امرأة عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، يعني أنا عندي مال، فهل أعطي زكاة مالي لزوجي يعني عبد الله بن مسعود؟ فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن منع الزكاة الواجبة على الزوج قال هذا محمول على صدقة التطوع، لكن الحديث عام يدخل فيه صدقة التطوع والصدقة الواجبة. كذلك من الأصناف التي لا تدفع الزكاة، طبعا يا إخواني كل إنسان ينفق عليه شخص، مثلا أنا أنفق على أخي الفقير، عندي أخ فقير وأنفق عليه، لا يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى أخي هذا إذا كان سأدفع عن نفسي واجبا علي تجاه أخي وهو النفقة، ليس فقط الأصول والفروع والزوجة، لكن هذا الغالب أن الإنسان ينفق على أصوله وفروعه وزوجته. الكفار غير المؤلفة كذلك لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تؤخذ من أغنيائهم وعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم يعني فقراء المسلمين. أما فقراء الكفار فلا تعطى لهم الزكاة. هذول من؟ الكفار غير المؤلفة قلوبهم. لكن إذا كان هذا الكافر ممن يرجى إسلامه إذا أعطيناه الزكاة فهذا لا شك أنه يعطى، لأنه من المؤلفة قلوبهم الذين هم من مصارف الزكاة الثمانية. وأيضا أمر آخر بسببه لا يعطى الكفار الغير مؤلفة قلوبهم من الزكاة، لأن الزكاة هذه تجلب المودة والمحبة بين المسلمين، تقوي أواصر المحبة والروابط بين المسلمين، والكافر لا يكون له ذلك. كذلك من الأصناف الذين لا تدفع لهم زكاة بنو هاشم، وبعضهم يعبر عنهم بآل النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة الواجبة يا إخواني هذه أوساخ الناس، فإكراما لآل البيت ولسلالة ذرية بني هاشم وسلالة وذرية هاشم لا تعطى لهم زكاة، ليس حرمانا لهم لكن إكراما لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنها أوساخ الناس. الصدقة الواجبة هذه أوساخ الناس. بعض العلماء يقول إذا منعوا الخمس لأن آل النبي أو ذرية هاشم أو بنو هاشم لهم نصيب من الفيء، من مال الفيء. أليس الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. من هم ذو القربى؟ بنو هاشم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم نصيب من مال الفيء. فين الفيء اليوم؟ ما فيش. طيب ما في الآن فيء يصرف لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يوجد، وهكذا إذا منعوا الخمس أو لم يوجد طيب الخمس، فهنا دفعا لضرورتهم يعطون من الزكاة الواجبة، دفعا لضرورتهم، وإلا الأصل أن الصدقة الواجبة محرمة عليهم. أقول الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فذهب جمهور أهل العلم، بل بعضهم نقله إجماع عن أهل العلم أنه يجوز أن يتصدق عليهم بصدقة التطوع، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا موالي آل بني هاشم، موالي آل بني هاشم. من موالي آل بني هاشم؟ هم من اعتقهم بنو هاشم،
من أعتقهم بنو هاشم، هؤلاء أيضا حكمهم حكم بني هاشم، لا يجوز أن تعطى لهم صدقة حتى وإن لم يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، وإن مولى القوم منهم. وأيضا من الأصناف وهم الصنف السابع العبيد، لا يعطون من الزكاة. لماذا لا يعطون من الزكاة؟ لأن المال الذي سيعطونه سيذهب إلى أسيادهم، العبد سيذهب المال إلى سيده إلا المكاتب، والمكاتب هو الذي يكاتب سيده على مبلغ من المال، متى ما أداه مقسطا منجما صار حرا، فهذا يعطى من الزكاة. نحن مر معنا أن من مصارف الزكاة وفي الرقاب. طيب هل الآن عندما نقول العبد لا يعطى من الزكاة هل ينافي ما تقدم معنا؟ الجواب لا. نحن نقول لا نعطي العبد مالا من مال الزكاة بيده، لأنه سيذهب إلى سيده، لأنه هو وماله لسيده. طيب لكن يعتق العبد من مال الزكاة، يعني نذهب إلى سيده ونشتري هذا العبد ونعتقه. أما يعطى بيده مال لا، سيذهب إلى سيده. أما المكاتب نعم يعطى بيده المال، يعطى بيده المال لأجل أن يقضي دين الكتابة الذي عليه لسيده، يعني يعان. وهكذا إذا كان العبد عاملا ممن يعمل في جباية الزكاة أو توزيعها أو كتابتها، هو كالعبد الأجير، لا بأس أيضا أن يعطى من مال الزكاة إذا كان من العاملين عليها، يعطى من مال الزكاة، وإن كان هذا المال سيذهب إلى سيده. هذه 7 أصناف لا تدفع لهم الزكاة: الأغنياء والأقوياء المكتسبون، والأصول والفروع والزوجة، والكفار غير المؤلفة، وبنو هاشم، وموالي آل بني هاشم، والعبيد. مسألة نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر. أنت عندك تجارة هنا، تجارتك في عدن، هل لك أن تقل زكاة هذه التجارة إلى محافظة أخرى أو إلى بلد آخر؟ الأصل وهو الأحسن وهو الأفضل، وأيضا من باب الخروج من خلاف أهل العلم، أن الزكاة لا تخرج إلا في البلد الذي فيه المال الزكوي. طيب لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني فقراء ذلك البلد. ولأن نفوس الفقراء تتطلع إلى هذا المال، تتطلع إلى هذا المال الزكوي. تجد الفقراء نفوسهم تتطلع إلى زكاة التجار الذين هم يعملون ويكتسبون في تجاراتهم، فهم أولى لا شك أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه مال الزكاة. لكن مع ذلك يجوز نقل هذه الزكاة إلى بلد آخر للحاجة. مثل ماذا الحاجة؟ كان يكون هناك مثلا فقراء في بلد آخر أشد فقرا من البلد الذي فيه مال الزكاة، هذا من الحاجة. أيضا كان يكون الفقراء في البلد الآخر أقارب لصاحب المال، أقارب. ولا شك أن الصدقة الزكاة على الفقير القريب صدقة وماذا؟ وصلة، صدقة وصلة. وأيضا كان تحصل مثلا نكبة، فيضانات أو زلازل، فيحتاج أولئك الذين في تلك البلد إلى هذه الزكاة، كذلك لا بأس بنقل الزكاة إلى تلك البلد. إذن الأصل في المال الزكوي أنه يخرج في بلده، وإذا نقل للحاجة فلا بأس بذلك. أيضا لأنهم يدخلون، يعني فقراء تلك البلد يدخلون في عموم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. طيب وكل الأصناف مصارف الزكاة 8 إذا وجدوا في بلد آخر غير البلد الذي فيه المال فإنهم يدخلون في عموم هذه الآية، أو أنهم ليسوا بفقراء أو أنهم لا يدخلون في هذه الآية، لا يدخلون في هذه الآية. فلذلك جاز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر. ونكون بهذا قد انتهينا ولله الحمد من دروس فقه الزكاة الميسر. فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله ورسوله والله ورسوله منه بريئان، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.